مع الأسف الشديد كل يوم الحرب يعني في جزء من الشعب السوداني ما هو شوية اللي هو دايما بقول عليهم الأربعة خمسة مليون اللي واقفين مع برهان والكيزان وتوابعهم. كل يوم بتكشف يعني بتطلع أسوأ ما فيكم، يعني دايما بتبينوا للعالم أسوأ ما في السودانيين، غير إنكم صدرتوا الإرهاب والناس بقت تطبح تحاكيكم برا والبغر جاي وغيره. يعني انتوا هي الروح دي مع واحدة، يعني هو السوداني ده مع واحد عندكم، يعني وهو البني آدم عامة مع واحد عندكم. وين إحساس البني آدمية والإنسانية بتاعكم؟ يعني 24 ساعة مستني أسمع الناس اللي بتلالع لو كمان ظهرت مبررات. واحد داير يعني داك بتاع البحر والنهر قال لي يرقد يرقد لي، قال ويملص لي كمان. والتاني بيقول قال داخل الأراضي المصرية ومن حقهم يضربوا. ده شنو ده؟ ده شنو ده؟ ده المستوى اللي بتسمعه. حكومة ما قادرة تقول كلام، جيش ما قادر يقول كلام، طبعا ما بيقدروا. ما لأنه ما في زول بيقدر ينتقد مديره، ما في زول بيقدر ينتقد رئيسه، ده الحاكم الفعلي بتاعه ما بيقدر، يعني ده القائد العام ما بيقدر يقول ليه يا ود فوزية ليه عملت كده، ما يقدر خشمه عنده يسكت لأنه ذلة ومهانة. قبل على نفسه وعايز يذلنا ويخدنا معاه في المهانة دي. ليه؟ ليه تقبلوا على نفسكم كده يا شعب يا سوداني؟ ليه؟ لا إنسانية وكمان ذلة ومهانة وتسكت على ظلم مبين زي ده، فساد زي ده. دخلوا كيف يعني؟ ما هي الأسئلة الداري تفرض نفسها هنا. هم دخلوا يا غزاة محتلين ولا دخلوا مشترين لاقين بهناك الماسورة المفتوحة ويبيعوا دي؟ دخلوا يا ربي عشان يمارسوا ضغوط على الدعم السريع، عارفين انه بعد اللوبيد ما في حاجه بتوقفوا. قلنا لكم اللوبيد بور السودان عايزين يمارسوا ضغوط عشان يحافظوا على مصالحهم. البحر الاحمر اللي يقعدوا يفرضوا واقع في المنطقه لغايه ما يلحسوا ذهبها. عايزين يعملوا ضغوط عشان يشيلوا عيالهم الممسوكين اسرى عند قوات التاسيس 350 من ولا اكثر من ضابط لعسكري. ليه يعني؟ لكن المبدا الرئيسي هنا انتوا الواقفين مع الكذب والباطل والنفاق ده بالشعارات الواهية وبالآيات اللي بتزوروها من راسكم والحديث اللي بتقطعوها من راسكم. انتوا ديل البين الاختبار اللي خدتوا تمشوا منه وين؟ دي مع واضحة عمالة وزول مفشوخ وبايع وطنه وأرضه وعرضه. أسوأ من كده فيه؟ أسوأ من ده تقبلوا يكون غايد عليكم؟ ده ما ينفع يكون غايد بتاع بيت مريسة، ما ينفع يكون غايد مريسة ده. لا اخي، ده ما عنده ليكم لا كرامة لا غير يا جماعة. فك ليه البرابي هناك حي مرق مشى تنزانيا وحس ركب القطرية مشى قطر جاي لمهمة معينة مدعوم من القطرية ما معروف حكومة ولا أفراد كيزانهم بدلك ما معروف. جاي برضه ماشي في نفس السكة. ترك مرق قبل اسبوعين هيج الناس فتح الشرك بهناك عايز يعمل حروب اهليه وداير يدخل الناس. انتوا ما شايفين الكلام ده؟ انتوا ما شايفين التقسيم الحاصل ده مجتمعيا؟ مجتمعيا يا جماعه عايزين الناس تقسم حدود على القبائل. عندنا 500 قبيله عايزين الناس تقسم على يا ناس. يا ناس ما توعوا، يا ناس ما تعقلوا، يا ناس ما تتوبوا واستغفروا لربنا واطلعوا من الحته حقت الجوناد وحقت هلال المريخ دي واتقوا الله عشان ربنا يجعل لنا مخرج، عشان ربنا يجعل لنا وطن يلمنا، عشان ربنا يرجع فينا الإنسانية والبني آدمية، وعشان نحن على بعضنا ونحترم بعضنا ونقبل بعضنا عشان يرحمنا، عشان يرحمنا برحمته، لأنه والله بقينا في عرض رحمته. ليه حق المجتمع الدولي يتخطانا ويخط لنا خارطة الطريق ويجي يجبرنا بس نوقع؟ ليه حق ليه حق؟ لأنه إحنا 500 قبيلة ب 500 راي. ده يحكموا كيف؟ ده ذاته ده يحكموا كيف ذاته ده؟ والله إلا أنتم ما إلا ديكتاتور. بالتالي ديل غايته اللي هناك ديل والله بس اللي يقعد معاكم بس يا برهان بش بس الامثال دي بس. اقعدوا في حكام مصر بيرسلهم لكم ديل، اقعدوا لكن جايين لكم العشاوز. والله ما بنخلي فتفوته فتفوته. وانت مشيت جبت الطيارات وفلقت ما عايز توريه انت منو ده؟ تعال بالوطا انت ما تجي بالوطا عشان نوريك العشاوز ديل بيسوي فيك شنو. انت قايل اللي بيتعامل معاهم بهناك ديل قايلهم زي ديل بطاله والخياسه ديل والله عليه الطلاق بياكلوا النار. وديل في الشرف والبطوله في الوطنيه والله يوروا كتاب للعالم. للعالم عايز تعرف جيبون قلنا لك جهزنا الطبل الراق ده طبلة ونرقص 10 بلد نرقصك رقيص نرقص رقيص ورقصنا يا قطع على 1:30. أتمنى إنه السودانيين اللي قاعدين مع ناس برهان واللي بيتعملوا في الكيزان ديل يوعوا يصحوا يشوفوا إحنا ماشيين على وين، وصلنا وين من الانحطاط الأخلاقي. بقى عندنا بوصلة محولة بارينا ناس ألف دار وناس دكتور في الفارغة ومشينا بالكذب والنفاق وإنت عارفه. انت عارفه، لكن ما دغينتك وغبينتك وغبائك وعنصريتك واستعلاءك وشايف روحك ما في احسن منك ما في تاني يا بابا.
والله اقسم بآية الله السودان جديد ده، والله 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 ثلاثة لا كوز لا تبع كوز، والله يا مساواة تساوينا كلنا، ولا بس تقعد مدورة كده، مش انتوا دايرينه كده عاجبكم الحل ده، خلاتكم مدورة كده، ولا تقبلوا بأمر الله. بأمر الله خلقنا عشان نتعايش ونتعارف ونعيش في سلام. وقال ان بيتضاربوا ديل لما يتشاكلوا الفئتين ديل يجيبون قاعدين محنزهم الفئه البتابه دي تدقوها لما تجي للصلح. يا اخي ده ما يا اخي ده ما القران، ده ما واضح، ده ما الله. فيش نوضح من كده يا اخي؟ ده ربنا خلقنا عشان نتشاكل وعشان نتعادى يا اخي. ليه؟ ليه يا اخي سواسي هيك اسنان المشط يا زول؟ والله الا بالتقوى ابقى احسن مني بس بالعباده وفوتني امشي قدام. غير كده والله بس عدل ومساومه في اي طريقه. اشاوس خليكم صاحيين، ويا جبل ما يهزك ريح. سيبك من الفرفرة، منو فارس النور فارس النور منو؟ فارس النور زول لجنة، ما انت ماشي براه شخصية. كان مشى صحيح ولا كان رسلنا احنا؟ يعني انتوا فرحانين لشنو يعني؟ ها انتوا ال5000 الجودة ما ضيعوكم في حاجة. فارس مشى جو وراه 5000 بعرباتهم دشنا عربات كله تمام. ده شنو قصاد فارس مشى؟ يا ناس، يا ناس انتوا ما شايفين الصورة ماشية وين؟ اغير لكم الحقوا. الحق والله لسه باب التوبة فاتح، وقطر الثورة ماشي بيلحق، لكن والله تاني محطة ما في. تاني قطر الثورة ده والله إلا تلحقوا جكة تاني. ما تكذب على نفسك، وما تقول لي إنك ثورجي وإنك إيه واقف مع الكيزان ومع النفاق والباطل والذل والهوان والعمالة والاستعمار. وقبلان إنه يكتل يا أخي سحب جيشه قبل 4 ساعات، سحب عساكر وسحب المشتركة وما كلم المواطنين. يا أخي هسه كان جيت جاري في نصهم كده باتنين، إلا أنه عنده إحنا ما رخاص. احنا مع الرخاص وبتاجروا بينا عادي، وخدتونا هنا دروع بشريه، وخدتونا هنا بزنس، وخدتونا يعني ما فارق. ما فارق، بياكل قروشنا وياكل اغاثتنا وياكل دمنا ذاته. قال برهان تبي على برهان وعلى البقيف مع برهان، بلا وسخ بلا زباله. اصحوا اصحي يا ناس، اصحوا عشان العالم يقيف معانا ويعلينا نظره احترام، بيعلينا نظره حسب بتاعت قطيع، انه احنا ما عندنا راي ولا عندنا كلمه ولا عندنا فهم ذاته. ودكاترتنا طلعوا كذابين ومنافقين ما عندهم حاجه، فضحونا وفضحوا وضحكوا فينا العالم. عشان كده جينا مجبورين بالغصب ماسكين لنا عصايه. يا اخي ما توعوا يا اخي، اوعوا يا اخي واتفقوا واعرفوا بعد المصفى. قلت لك الغبار بقى واضح، بقى ما في تاني مع وضد، ما في تاني وسط رمادي، ما في اتعدموا. ذكرت لك قبل سنه قلت لك بطريقتكم دي سايقيننا لكيزان ودعامه، وقد كان دعامه والله شرف. والله اثبتني ان احسن منكم شرف، واحسن منكم وطنيه، واحسن منكم اخلاق، واحسن منكم انسانيه، وشايلين هم الوطن وساعين مضحيين اكثر منكم. معدلنا عليك جونات وشيشه وكلام فارغ. يخص عليكم، ربنا ينتقم منكم زياده وزياده. ما تفتكر انكم انتم كده يعني خلاص يعني لا 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 لا، انتم اموركم ما طيبه مع الكريم. اموركم ما طيبه، ربنا يستر عليكم من الجاي، لانكم انتم بتعاصوا في العاصي. يعني انتم بتمشوا بتعاينوا، شوفوا الباطل وين تقيفوا معه وتدعموا، وعندكم الروح